93% من الحملات الاعلانيه في الفيسبوك كتفشل بسبب 7 ديال الاخطاء. اليوم غادي نبارطاجي معكم 7 ديال الاخطاء قاتله كتدمر الاداء ديال الاعلانات ديالكم في الفيسبوك، والاهم من هذا الشيء كيفاش تصلحوهم باستراتيجيات وحلول فعاله اللي جربتها انا شخصيا في حملاتنا الخاصه مع بزاف ديال الكليانت في مجالات مختلفه. يلا نبداو. الخطا الرابع هو تسيير الميزانيه بشكل عشوائي، ودابا غادي نهضروا على البيدجي. فبزاف ديال الناس كيديروا بيدجي كبير بلا تيست، او كيديروا بيدجي قليل بزاف بلا ما يديروا تخطيط. فعلاش هذا الشيء كيشكل مشكل؟ فإلا بديتي بميزانيه كبيره في حمله واحده من اول نهار، فراه واخا تجيب الريزلتس فراك حكمتي على راسك بواحد الكوست اللي هو طالع غادي يبقى طوال مده الاعلان. واذا بقيتي ثاني كل نهار كتنقص وكتزيد في البيدجي، فراه ديما كترجع الحمله الاعلانيه للفتره ديال الليرنينغ فيز او فتره التعلم، والاداء كيعاود يطيح. والحل ديال هذا الخطا هو دائما بدا صغير وكبر بشويه. جرب $3 ومن بعد 5 و10، وقرا الداتا، واللي خدم مزيان بقى تزيد غير ب 20% 30% كل 48 ساعه. واستعمل السي بي او باش الفيسبوك يوزع الميزانيه على الاعلانات والاد سايت اللي خدامه مزيان. اللي كيكون الاداء مزيان وثابت مده ديال 4 ايام حتى 7 ايام، عاد طلع البيدجي مزيان، تقدر ديك الساعه ملي كتسكيلي. تقدر تستعمل الفيسبوك ادز رولز باش تزيد الميزانيه اوتوماتيكيا في الحملات اللي خدامين مزيان. والخطا الخامس